اخبارنا. بطولات: الاهلي يرفع عرض ضم حسين الشحات ل5 مليون دولار. رسميا الاهلي يعلن اعارة احمد حمدي وياسر ريان الى الجونة. مصراوي: الاهلي يتفاوض مع الانتاج الحربي من اجل ضم محمود البدري. الوفد الرياضي: احمد العش لاعب الاهلي السابق يفسخ عقده مع الفهيلة الكويتي، ومسؤولي الاهلي يقترحون اللاعب على لاسارتي. نيابة امن الدولة تخلي سبيل 5 من مشجعي الاهلي بعد احداث مباراة حورية كوناكري. الاهلي ينفي الدخول في مفاوضات مع اسلام جابر لاعب الداخلية. جمهور الاهلي يطلق هاشتاج قطع منتجات فراجيلو على تويتر ويحصل على المرتبة الاولى في مصر بسبب رفض بيع ياسر ابراهيم للاهلي. يلا كورة: الاهلي يستعد للظهور بالزي الجديد خلال 3 اسابيع. وفاة حارس الاهلي السابق مصطفى عبد الله. بيراميدز يدخل معسكر مغلق تحضيرا لقمة الاهلي. تأكيد غياب محمد شريف عن مباراة بيراميدز. على مسؤولية بطولات: لاسارتي طلب رحيل كل من صبر رحيل وباسم علي واحمد حمدي واحمد ياسر ريان ومحمود الجزار واحمد علاء واكرم توفيق واحمد حمودي ومحمد شريف وسليف كلوبالي. محمد يوسف: استوعبنا الاخطاء اللي ارتكبتها اللعيبه في اخر مباراه لنا امام الداخليه، وفقدنا نقطتين ثمينتين، وقمنا كجهاز فني بتصحيح هذه الاخطاء لتفاديها خلال المرحله المهمه المقبله. محمد يوسف: نريد العوده للانتصارات وعدم التاثير بنتيجه مباراه الداخليه. بيراميدز منافس قوي على اللقب ولذلك يعتبر الفوز عليه امر جيد. محمد يوسف: لقاء بيراميدز قد يشهد مشاركه اللاعبين الجدد امثال رمضان صبحي وجورالدو، لكن القرار النهائي يعود الى المدرب مارتن لاسارتي. سيد عبد الحفيظ: الجهاز الفني للاهلي في حاله اجتماع مستمر لحسم ملامح القيد الشتوي. سيد عبد الحفيظ: اليوم او غد سيتم قيد عدد من اللاعبين في قائمه الاهلي. وبكده تبقى حلقتنا انتهت من نشرة الاهلي مع